بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي الكرام، مساء الله عليكم ومرحبا بكم في قناة زكريا الصافي للاستشارة وحلول. هذه الحلقة إن شاء الله هي حلقة استثنائية، وغنهضروا على واحد الجهاز، هو جهاز حساس نكن له الاحترام والتقدير على المجهودات اللي تيقوم بها وراء حفظ الأمن داخل المجتمع، ألا وهو جهاز الأمن الوطني. متابعي الكرام، قبل ما ندخلوا في الموضوع نعطيو واحد البطاقه تعريفيه لهذا الجهاز. الجهاز هذا تم التاسيس ديالو بعد حصول المغرب على الاستقلال، وبالضبط فاش تاسس 16 ماي 1956 بعد تولي جلاله الملك المغفور له حسن الثاني العرش 1961. هو اللي قام بالتطوير ديالو، واللي تخرجوا على يديه اول فوج من عمداء الشرطه، واسسوا واحد التاسيس مهني في حفظ النظام العام وحفظ ممتلكات المواطنين، وكذلك محاربه الجريمه ومراقبه السير والجوال. ندخلوا لصلب الموضوع مباشره. واش جميع البوليس قاري القانون؟ هذا هو السؤال اللي محير جميع المواطنين. شحال من واحد تيكون دايز في الشارع العام تيسول شي بوليسي بالكسوه، تيجاوبوا ديك البوليسي شي جواب صادم. بالتطوير والتحديث هذه الاداره واللي تعاقب عليها مجموعه من المديرين العامين للامن الوطني، يعني عطاو واحد الدفعه قويه لهذه الاداره اللي اطرات وكونات بوليس في المستوى في جميع التخصصات البوليسيه في جميع الفرق، من الامن العمومي حتى الشرطه القضائيه. خصكم تعرفوا بان كاع البوليسي لابسين الكسوه تيتعتبروا الامن العمومي، اي الهيئه الحضاريه السيركيلاسيون، او ديال اللي خاصين بفرق التدخل تنقولوا حنا السيمي، والفرق السينو تقنيه هادو ديال الكلاب اللي تيبحثوا على المخدرات، والشرطه العلميه وغيرها من التخصصات. الا هادوك الناس اللي في المختبرات ديال الامن الوطني، هادوك الناس تيكونوا قاريين القانون وتيكونوا قاريين علم الاحياء وتيكونوا قاريين الفيزيك والكيمياء، لان الناس المختبر تيكونوا ناس سيونتيفيك. هادو الناس ما تنشوفوهمش، حنا ما تنتعاملوش معاهم، حنا تنهضروا على البوليس اللي قريب للمواطنين، اللي لابسين الكسوه، واللي في الشرطه القضائيه والناس ديال الدوائر. متابعي الكرام، شكون هما البوليس اللي قاري القانون؟ البوليس كله عنده واحد المستوى تعليمي، كاين اللي عنده الاجازه، كاين اللي عنده الماستر، كاين اللي عنده الدكتوراه، ولكن هذا ماشي تعني بان عنده الدكتوراه او عنده الماستر راه عنده رتبه كبيره في البوليس. راه ربما تلقاه مجرد حارس امن، او تلقاه مفتش في شي دائره امنيه اي كوميساريه، لان الاداره ما تتبغيش الانسان يكون قاري بزاف، تتبغي الانسان تكون عنده تجربه بزاف باش يعرف كيفاش يتعامل مع المواطن، وكيفاش يصف الغضب ديالو، وكيفاش يحافظ على الامن والانضباط في المجتمع. ولكن هنا حنا في هذا الفيديو هنا ماشي تنقللوا من البوليسي. البوليس ديال شحال هادي راه ما عندوش مستوى تعليمي. دابا البكالوريا تدوز الامتحان ديالك الكونكور ديالك، ولا نجحتي تختار على حسب المؤهلات اللي عندك. كاين حتى اللي ديك البكالوريا ما عندوش، داخل هي بنيفو باك، ولكن تتلقاهم ناس شداد. كاين اللي عنده مستوى تعليمي ولكن ناقص تجربه. اللي قاري القانون البعض منهم، ماشي كلشي، هما جهاز الشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه فيها تخصصات، كاين فرقه الاحداث يعني القاصرين، فرقه المخدرات، فرقه ديال الشاكات، فرقه ديال الوثائق والمستندات، اي مجموعه من الفروق، وعلى راسها الفرقه الجنائيه. الفرقه الجنائيه كي غنشرح لكم بحال تقول شي واحد علمي واحد ادبي، تكونوا الناس ديالها خاترين، لا بالنسبه للبحث كيفاش يستنطقوا الناس ويبحثوا مع المجرمين، وحتى طريقه البحث ديالهم وطريقه القاء القبض على المجرمين، يعني تكونوا ناس مستوى عالي في البحث والاستنطاق وتقديم المجرم الى العداله. اما الشرطه القضائيه بصفه عامه فيها تخصصات،
والفرقه الجنائيه تتكون فرقه استثنائيه في كل ولايه امن. متابعي الكرام، شنو هي الماده القانونيه اللي تيقراو هاد الناس ديال البوليس؟ البوليسي ماشي قاري المدني بحال بالكرا، الرهينه، البيع والشراء. البوليسي قاري جوج قوانين: القانون الجنائي اللي تينظم سلوك الافراد داخل المجتمع المغربي، اي القانون تيطبق على القانون اللي تعنينا حنا داخل التراب الوطني، اي داخل المملكه المغربيه. اما القانون الثاني هو المسطره الجنائيه، يعني هذا القانون كيفيه تطبيق القانون الجنائي، هو القانون اللي تيخلي البوليسي كيفاش يتعامل معاك، كيفاش يبحث معاك، كيفاش يلقي عليك القبض، كيفاش يقدمك للعداله. سميتو القانون المسطره الجنائيه. يعني الناس اللي ضالعين في هاد جوج قوانين هما الشرطه القضائيه بالضبط. البوليس ديال الكوميساريه ماشي كلهم قارين هاد المسطره الجنائيه والقانون الجنائي. اللي قاري فيهم هاد المسطره وهاد القانون هما جوج الناس: الكوميسير اي رئيس الدائره، والضابط الممتاز ديالو اي النائب ديالو. اما المفتشين اللي تما او البوليس اللي خدامين تما ما عندهمش المام واسع بهذا المسطره بهذا القانون، ولكن الا بغاو ياخذوا شي قرار تيتشاوروا مع الضابط الممتاز او مع رئيس الدائره. ولكن كاين النوع الثالث من الامن العمومي اللي هما الهيئه الحضريه، السيركيلاسيون، البوليس ديال الطريق، الكسوه، سمطه بيضاء. هادو تيكونوا دارسين قانون مدونه السير، تيكونوا عارفين المخالفه شحال فيها، واش من درجه، واش الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثالثه، تيكونوا فقط عارفين هي مدونه السير. حاجه من غير هاد ثلاثه الاصناف ديال البوليس اللي قلنا: الفرقه الجنائيه والشرطه القضائيه والامن العمومي بنوعيه، الناس الكوميساريه والناس ديال السيركيلاسيون. هادو هما اللي قاريين واحد القانون اللي تيحتاجوه في خدمتهم. اما شي حاجه اخرى البوليس بصفه عامه ما قاريش القانون. متابعي الكرام، لان القانون فيه مجموعه من القوانين: كاين القانون التجاري، قانون البنكي، قانون التزامات العقود المغربي، قانون مدونه الحقوق العينيه، توثيق، قانون التحفيظ. يعني هذه القوانين المدنيه كلها البوليسي بعيد عليها كل البعد. هذا ماشي تعني لا شفنا بوليسي في الشارع العام سواء في السيركيلاسيون بالكسوه او في الصافيط نمشيو نسولوا على الكرا ونسولوا على الرهينه ونسولوا على بعث لهذا السيد ما كملش معايا. شي اسئله تالفه، شي اسئله بايخه. اللي بغيت نوصل لكم هذه الحلقه بان حاولوا تقصدوا الاختصاص. راه ماشي اي بوليسي راه قاري القانون، وهذا الشيء هذا ماشي عندنا في المغرب، كاع الدول. لان الانسان تيكون شاد واحد التوجه تيقرا في لافاك، تيجيب الله واحد الكونكور تيدفع، تيجيب الله التيسير. هو اصلا فاش كان تيقرا ما كانش عنده علم باش يولي بوليسي. الظروف الاجتماعيه اللي اهلاته باش يدفع هذيك الكونكور، لان البوليسي اصلا هو الشعب. والسبع الكرام، نتمنى من الله تغيروا من العقليه ديالكم، وإلا شفتوا شي بوليسي في الشارع العام او في سيركيلاسيون او في شي دائره اي في كوميساريه ما تمشوش تسولوا على شي حاجه بعيده عن الخدمه ديالو وتتحرجوه. لان بوليسي بشهاده مقارنه مع بوليسي بتجربه راه كاين واحد علاقه تنافر. لان هذاك البوليسي اللي عنده شهاده ما غيعرفش يتعامل مع المواطن، اما البوليسي اللي عنده تجربه او ما عندوش مستوى ثقافي، ما نقولوا ما عندوش اجازه ولا عنده كذا، ولكن عنده تجربه، عنده 24 عام، عنده 30 عام ديال التجربه، هذاك البوليسي تثق فيه الاداره وتعطيه المسؤوليه، لان مر عبر مراحل من التجارب من الدوائر من التدخلات. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان التجربه تنتصر على الدراسه. هدف البوليس، وهذه القاعده ماشي معممه، لان القرايه والتجربه هما اللي تيعطيو واحد الكاريزما وتعطيو واحد الكارير في المسار المهني ديال كل مهنه. بلا قرايه راه ما كاينش خدمه، وبلا خدمه ما كاينش تجربه، راه ما كاينش نتيجه. متابعي الكرام، نتمنى من الله
بعض المواطنين غيروا من العقلية ديالهم لقوله تعالى فإذا سألتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.